الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال الإمام الصنعاني غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين، قال في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: الأصل الأول: كل ما في القرآن حق، إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. الأصل الثاني: الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أما بعد، فهذا الموضوع الذي ذكره المصنف رحمه الله يتعلق ببيان أصول مهمة من أصول أهل السنة قديما وحديثا. فالأصل الأول الذي ذكره يتعلق بالقرآن الكريم. ومعلوم أن الإيمان بالقرآن الكريم أحد أركان الإيمان، لأنه من جملة الكتب المنزلة التي أمر الله عز وجل بالإيمان بها، وهو أشرف الكتب وأعظم الكتب وأشمل الكتب المنزلة، وهو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه. نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمله الله وأتمه وتكفل بحفظه تبارك وتعالى، فهو محفوظ بحفظ الله. وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة. قارئ القرآن يجد هذه الأوصاف عظيمة وجليلة ترقب الإنسان في تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه. وهذا هو الواجب على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تعتز بكتاب ربها إيمانا به وتلاوة له وعملا به ودعوة إليه. هذا هو واجبنا. قد دل على ذلك نصوص عديدة من نصوص الكتاب والسنة، وأجمع علماء الأمة على هذا الأصل وعلى وجوب الإيمان به والعمل بما فيه من الأوامر امتثالا والنواهي اجتنابا، تصديق أخباره والعمل بأحكامه وتطبيق أحكامه. ومن جملة أحكامه العظيمة أنه دل على السنة المطهرة وأمر بالإيمان بها والعمل بها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه كما سمعه من جبريل عليه السلام. وأصحابه الكرام رضي الله عنهم بلغوا ما سمعوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم الثقات العدول، أكرمهم الله بحمل هذه الأمانة، أمانة توصيل كتاب الله عز وجل، فحفظوه في صدورهم وكتبوه. وكتابات حصلت في عهد الخلفاء الراشدين أعظمها وأشملها وآخرها ما حصل في زمن عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. جمع نخبة من الصحابة من علمائهم وقرائهم، ومشوا على ما عند الصحابة من حفظهم وكتاباتهم لهذا القرآن العظيم، فجمعوه وعرضوه على كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك. وإجماع الصحابة حجة عظيمة، أجمعوا على أن هذا هو المصحف الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح المصحف العثماني هو الذي أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه رحمة من الله عز وجل أن يسر الله من يحفظ لنا كتاب الله وينقله إلينا. وواجبنا عظيم، واجب الأمة في كل زمن وفي كل مكان نحو كتاب ربها عظيم، تؤمن به وتصدق وتتلوه وتعمل بما فيه وتدعو إليه، وتحث الأمة وترغبها في العمل به وتطبيقه. ونحمد الله عز وجل على أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطبق أحكام الكتاب والسنة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، زادها الله عزا وتمكينا وتوفيقا وسدادا، ودحر الله الأعداء أينما كانوا. فهذا هو نبذة عن هذا الأصل الأول، بدأ به المؤلف ليربط الناس بماذا؟ بكتاب ربها وبسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو نصح العلماء، عالم وإمام يدلك على هذا الأصل العظيم ويحثك عليه ويرغبك فيه، هذا هو الأصل الذي يجب أن يعتمد عليه. وفي هذا دلالة على نصح العلماء للأمة، فجزاهم الله خير الجزاء. نعم. قال: الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله ألا تعبدوا إلا الله، وقوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان ومعناها
هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. وهذا الأصل مأخوذ من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء به بعد الأصل الأول، بعد بيان الأصل الأول وهو القرآن العظيم والحث عليه والترغيب فيه، أتى لك بأمر عظيم أمر به القرآن وأمرت به السنة، ألا وهو توحيد الله. أعظم الأوامر من الله تعالى هو الأمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا هو أول عمل يقوم به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، جاءوا جميعا بالدعوة إلى التوحيد. وفي هذا إشارة إلى أهمية التوحيد، لأنه أساس قبول الأعمال، فلا يقبل عمل عند الله عز وجل إلا إذا كان الأساس سليما، وهو توحيد الله عز وجل بأنواعه، سليما من ما يقدح فيه وما ينقصه. فهذا الأصل دعت إليه الأنبياء. ما من رسول يأتي إلى قومه إلا يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا يؤسسون، فإذا أسسوا هذا الأمر وأخبروه الناس، بعد ذلك يعطونهم تفاصيل الشريعة، لأنه لا تقبل شريعة ولا يقبل تطبيق حكم من الأحكام إلا إذا كان توحيد الله خالصا سليما. فاتفقت أدلة الكتاب والسنة على هذا الأمر العظيم، ولذلك أتى المؤلف رحمه الله ببيان هذا الأصل. كما نهتم بالقرآن الكريم، يجب علينا أن نهتم بأعظم أمر أتى به القرآن الكريم. كما نهتم بالسنة النبوية التي حث عليها القرآن وأمر بها وأمر بالإيمان بها، كذلك يجب أن نهتم بالتوحيد، لأن السنة أمرت بذلك. تجد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت إلى التوحيد، مكث طيلة حياته وهو يدعو إلى التوحيد في مكة وفي المدينة، بل وحتى ساعة احتضاره عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الأمة إلى توحيد الله وإلى الحذر من الإشراك بالله. هذا دلالة على أهمية هذا الأمر العظيم. فوجب علينا عاشر المسلمين، عاشر الأمة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تؤمن بهذا الأمر العظيم الذي دعت إليه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأصل التوحيد كما ذكر المؤلف رحمه الله، كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي كلف بها العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم، ينطق بهذه الكلمة العظيمة، فلها وزن عظيم ولها ثقل عند الله تبارك وتعالى، ولها معنى عظيم، ولها شروط، ولها مقتضى، ولها ركنان.
أفردها المؤلف بالذكر دلالة على أهمية هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى. ما من نبي أتى إلا وأتى بها أولا ودعا الناس إليها، حذر مما يناقضها أو ينقصها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. نعم. قال: الأصل الثالث أقسام التوحيد، أن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوه، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. والقسم الثالث توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم وهل من خالق غير الله. ما في واو. هل من خالق، هو جعل بينهم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ونهيهم عن شرك العبادة. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو: هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا. ما شاء الله. هذا الأصل له علاقة بالأصل الثاني كما تلاحظون، لأن الأصل الثاني يتحدث عن التوحيد وأهميته، وهذا الأصل يفصل لك التوحيد. كأن سائل نسأل يقول: ما هو هذا التوحيد الذي له هذه الأهمية؟ فبينه رحمه الله
بين أقسامه وشرع في تقسيم هذا التوحيد وهذا الأمر العظيم، وذكر منه توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية كان يقر به أهل الكفر والضلال، يقرون بأن الله خالقهم وأن الله رازقهم وأن الله يدبر الأمور، ولكنهم عبدوا معه غيره فأصبحوا مشركين، ولم تنفعهم أو لم ينفعهم ذلك الإيمان بالربوبية فقط، دل ذلك على تلازم أنواع التوحيد الثلاثة، لا بد من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية ومن توحيد الأسماء والصفات. وسنذكر إن شاء الله بيانا لهذا أيضا في الدرس القادم، لأنه له علاقة هذا الأصل بالأصل الثاني وله علاقة بالأصل الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله. مزيد من شاء الله تعالى من الشرح في الحصة القادمة إن شاء الله.